وصفة اليوم احنا هديها اللي يحبوا الأرز، وأيضا وصفة سهلة ومهلة وسريعة التحضير، وصفة بزاف بنينة. إذا حبيتوا تعرفوها بالتفصيل كملوا معايا الفيديو للآخر. نقول لكم أهلا بكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة مخصصة للوصفات، قناة مطبخ فاطمة زهرة. كما شفتوا هنا نوري لكم باللي عندي أرز بسماتي، يفضل يكون أرز البسماتي. هنا شوفوا هذا الباكي ديالي 3 كيسان، هذا الحجم، هذو الكيسان تاع الأرز، 3 كيسان تاع الأرز عفوا. نحطوهم في الماء نخلوها تترنخ شويه، ما بيت تترنخ حنا حنكملوا باقي الوصفه. شوف هاي ترنخ في الماء، تنحى شويه منها النشويات. انا ربيت حبه بصل كبيره الحجم، عندي قطع تاع صدر الدجاج، حبيته نص ولا صدر كامل على حسب عدد افراد العائله، وعندي 2 كيسان تاع الشعيريه اللي هي شربة الفاربيسال، راح نحمسها. يفضل تكون هذيك الشعيريه رقيقه ماشي الخشينه. درت له هنا حقه 2 ملاعق الى حتى 3 ملاعق تاع زيت نباتي مع ملعقه كبيره نتاع زبده ولا مرقارين. راح نحمس الشعيريه. جربوا هذه الوصفه بزاف بنينه، يعني الارز مع الشعيريه راح تجي بزاف هايله في الواعر. راح نحمسها حتى نحصلوا على اللون الذهبي، وبالكو تتحرق لكم. اذا تحرقت لكم راح تكون الوصفه ماشي ناجحه وتمد واحد المراره. فهمتوا خياتي؟ لهنا راهي الله يبارك يعني في الذهبي تبان فقط فونسي، الاضاءه ناقصه هنا عندي ولاني حاطه الكويزينير. شوفوا بعد ما حمستها مليح هكذا، الان غير تشوفوا هذا اللون كبوا عليها الماء باه ما تحرق لكمش. كميه الماء لهنا واش راح ندير؟ شوفوا كاس الاول، الكاس الثاني، وهذا كاس الثالث، 3 كيسان ماء، ومازلت نزيد كاس الرابع، الكاس الخامس، الكاس السادس. نعم درت 6 كيسان تاع ماء، وساعات تدي حتى 6 كيسان وزياده. نديروا حساب ايضا تاع ديك الشعيريه باه طيب. حنا نعرفوا باللي 3 كيسان تاع ارز يقابلها 6 كيسان تاع ماء، يعني كميه تاع الارز مضاعفه كميه الماء، يعني الماء تاعها يكون مضاعف. هنا ضفت شويه تاع ملح، وحنجيب تتبيله خفيفه. درت لهنا نجمه الارض القرفه، وحنجيب 2 حبات تاع هيل، ولا حبيتو يعني حتى القرنفل تضيفوه يعني الطيب. هامليك شوفوا في الاخير لهنا قريب بدات تستوي. درت مكعب تاع جامبو ذوق الدجاج، يعني تقدروا تستغنوا عليه، ماشي يعني لازم تضيفوه. هذه هي الارز، التتبيله نتاعو هذه هي ارز بالشعيريه، ما نضيفولوش اكثر من هذه التتبيله. البصل تاعنا درنا له شويه زيت وشويه تاع زبده ولا مرقارين، ونجيبوا صدر الدجاج نبداو نقلو فيه ونخلوه في الاول يطلق الماء نتاعو، نغطوه الان بدون اضافه ولا شيء. ضفنا غير الزيت وشويه تاع مرقارين، نقلبوه شويه هكذا ونغطوه يدي خلوه واحد 10 دقائق ورجعوا ليه خياتي. اللي وصلت معايا لهذا حتى لهنا في هذا الفيديو، نفكركم كامل تصلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلوات والسلام. خياتي شوفوا كيف طلق هذيك العصاره تاع الماء، كميه تاع الماء، وبدا يدخل له طيب. في هذه المرحله نجيبوا التتبيله نتاعو البسيطه. دائما نقول لكم التتبيله اختياريه، كل واحد كيف يحب يعني تكون التتبيله نتاعو، لكن بالامانه نقول لكم واش درت هنا. درت الملح، اكيد في الاول ما كنتش دايره الملح. دائما انا نقليو البصل مع صدر الدجاج، قطعته مربعات. عندي 2 فصوص ثوم، اذا كانت كميه كبيره ديروا 2 فصوص ثوم، اذا كانت كميه قليله ديروا فص ثوم. انا دائما نطبخ حجم عائلي، يعني دائما ندير الدوبل. لهنا عندي شويه تاع راس الحانوت، وشويه تتبيله الدجاج، وشويه كزبر يابس. تتبيله الدجاج هذيك يا خياتي غير شروها بزاف بنينه، خاصه صدر الدجاج يعني شوي صامت في ماكلته راح تزيد فيه النص، يعني يجي بنين بزاف. لهنا كما شفتوا معايا جبت واحد حقميه نصف ملعقه تاع طماطم مصبره بالنسبه للكميه اللي عندي. اذا كانت عندكم كميه اقل من هذه ديروا غير 4 ملعقه تاع طماطم مصبره. نحوسوا على هذاك اللون اللي يكون عسلي يعني يا برتقالي، ماشي حمراء بزاف. الارز تاعنا الله يبارك هاوليك استوى خلاص. دوك نطفي عليه، راني ذوق فيه على الملح، لقيته قد طاح مع الماء مع الملح. ديروا عليه ضروري بابي هكذا، هذا الماس، ولا ما عندكش هذا البابي ديري طرشونه وخلوه. اكيد راني مطفيه عليه، خلوه يمتص هذاك البخار هذاك باه ما يرجعش الماء عليه ويجي معجن.
هنا صدر الدجاج راهو تقريبا خلاص واجد يعني وجد. لهنا نضيفو الكريمه السائله اخر شيء. لهنا كانت عندي غير شويه نصف علبه. بالنسبه لكم على بالي ماكمش حديروا كميه كبيره، نصف علبه تاع كريمه سائله حتكفيكم، لكن انا ما كفاتنيش. كانت عندي علبه واحده اخرى تاع هذه الكرتونه. اكيد تعرفوا انواع تاع الكريمه السائله المخصصه للطبخ. راكم شفتوا انا ضفت الماء. كنت نحوس باه يكون عندي صلصه بزاف. نحوس الارز نتاعي بعد نسقوه. اولادي يحبوا بزاف الصلصه هذه الكريمه السائله، والارز تاعهم يسقوه. نحو لهنا كش ما كاين هذيك نجمه الارض، القرفه، العود تاع القرفه، لا درتو حتى حبه تاع الطيب، لا درتو حب الهيل، حوسوا عليه ونحوه. هاوليك شوفوا الارز كيف راهو حبه بحبه مع هذيك الشعيريه. ارز بسمتي بزاف هايل يعني، سواء في طيابه ولا في البنه تاعو. صدر الدجاج مع البصل وهذيك التتبيله هاوليك طاب واجد. هي اللي سخف يشهي. ضفت له رشه تاع معدنوس. والان حنسكب، ولكم الاختيار ولكم طريقه التزيين وكما حبيتوا ديروا التزيين. انا تزيين بسيط، وكنت لهنا يعني نص سريعه كانوا يستناو فيا للعشاء. نديت هذا التزيين، مع انه كنت حابه ندير لكم تزيين شباب يحلى في عينيكم. معليش خياتي. هاوليك المهم الصح في البنه. والله غير وصفه بزاف بنينه، وايضا اكسبريس سريعه ما تديش بزاف من وقتك. يحبوها الاولاد بزاف. الاولاد نعرفوهم بلي ما يحبوش المراقي بزاف، ولا يحبوا كيما هذا الاكل هكذا. يلا حضروها حياتي لوليداتكم. شوفوا اللون تاعهم، هذا هو واش راني حابه نقول لكم. يكون هذاك الصلصه تكون لونها في البرتقالي، ما تجيش حمراء بزاف وما تقعدش في الابيض. كل شغل ضفتي لها الزعفران ولا كركم. انا ما ضفت لها لا زعفران لا كركم، ضفت غير هذيك شويه تاع طماطم مصبره مع الكريمه السائله تمدلك هذا اللون. وصفه بزاف بنينه، نتمنى تجربوها خياتي. تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تحطوا لي لايك، بارطاج، الاشتراك في القناه، ولا هم يحطوا لي التعليقات لتحتها ويبعثوا لي يعني تحيات. نقول لكم كامل نحبكم خياتي ونبعثكم احلى سلام وتحيه. وفي الاخر نقول لكم تهلاو في رواحكم ان شاء الله مع وصفات جديده ان شاء الله. واللي طلبتوا مني وصفات ان شاء الله اصبروا عليا ان شاء الله. هذو اللي نقدم لكم كامل الوصفات اللي تحوسوا عليها اكيد مع اختكم فاطمه زهراء دائما. لهنا حنذوق وتشوفوا كيفاه جا حبه بحبه مزربع ماشي معجن. خلاص واللي شهيتها نقولها سبحي لي اختي شهيتك في الجنه. شوف كيفاه جا هذاك الارز مع الشعيريه، واحد البنه مع ذيك القرفه، ارز ولا شعيريه بالذوق تاع القرفه ونجمه الارض، واحد البنه عالميه. راح نخليكم في رعايه الله وحفظه ونقول لكم مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله.